هنعمل النهارده معجنات طريه وهشه جدا. المعجنات من الحاجات الطريه واللذيذه اللي ممكن تحشوها باي نوع من الحشوات، زي الجبنه، السبانخ، اللانشون، بسطرمه، اي نوع من انواع الجبن. وهنعمل النهارده نوع من المعجنات حلو خالص وسهل جدا. البوريك بالجبنه اللي هيبقى مع الفطار الصبح كده مع شويه شاي او شاي بلبن او نسكافيه، وممكن تديه للولاد الصبح في اللانش بوكس. بيكون طعمه حلو قوي ولذيذ جدا والولاد بتحبه. وممكن كمان يتخزن في الفريزر بشهور ويطلع معاكي حلو خالص. اول ما بتسخنيه في الفرن او الميكروويف هيفضل معاكي كده فريش. وحتى لو سخنتيه اكنك لسه عاملاه. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير للقناه. هنبدا بالوصفه. كيلو من الدقيق. على فكره انا هقول لك المكونات للكيلو الدقيق، تقدري تضاعفي الكميه تضربي في 2 او تقسمي على 2. اول ما هنبدا هنحط معلقه السكر مع معلقه الخميره مع نص كوبايه ميه دافيه وتسيبوهم شويه يختمروا مع بعض كده لغايه ما تتفاعل الخميره. عشان لما بتتفاعل الخميره مع بعضها كده كويس تختبري الخميره. لو اتفعلت وزادت الخميره تعرفي ان الخميره كويسه وتبداي بقى تعمليها في اي نوع من المعجنات. بس هتجيبي كيلو دقيق. الكيلو دقيق بياخد كوبايه من الزبادي، معلقه من الخميره، معلقه من السكر، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الخل، معلقه من الصلصه، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع كوبايه من الزيت، معلقه من اللبن البودره. بس. وهتحطي معلقه الخميره مع معلقه السكر مع ربع كوبايه الميه الدافيه دي او نص كوبايه الميه الدافيه دي، وتسيبهم يختمروا مع بعض، وتحطي كل المكونات مع بعضها. اما الخميره تختمر، هنا الخميره حطيناها، وبعد كده هتقلبيها مع معلقه الصلصه كل المكونات مع بعضها. بس هتبداي تعجنيهم كده، وتحطي الصلصه لما بتبداي تعجنوهم مع بعض كده تحطي معاهم الصلصه كده. وهتديكي الصلصه دي ليها عشان تديكي اللون اللي هو المحمر شويه كده اللي زي البوريكي بتاع الافران اللي انت بتشتريه. عامة البوريك ده بيبقى غالي، او القرص او اي نوع من المعجنات بيكون غالي دلوقتي. بيكون مثلا اقل كيلو في الافران ب 80 جنيه. انت هتعملي في البيت مش هيكلفك نص المبلغ، وهيعمل معاكي كمية كبيرة، وبرده بيكون حاجة البيت نظيفة وكويسة والولاد بيحبوها. وبوفر معاكي كتير وتقدري تدي لولادك المعجنات دي وهم او يفطروا بيها الصبح. مش بتكلفك كتير، هي 5 دقايق من الوقت كده. وفي الشتاء اصلا عايز المعجنات دي وعايز قرص وعايز الحاجات الحلوه دي. ونوع المعجنات دي او البوريك ده بيكون حلو خالص تحفه. وفي جبنه كمان، فبيكون مغذي وبيكون لطيف كده معاهم وبيحبوه خالص. هتبداي بقى تفردي تقسمي. انا هنا قسمت العجينه لنصين. تبداي تفردي اول واحده بس، وتجيبي كوبايه عندك او بوله او اي حاجه تفرديها كده يكون سمكها كويس، يعني هي لا تخين ولا رفيع، بتكون مفروده كده زي رغيف العيش اللي انت بدها تسويه في الفرن. تجيبي كوبايه او اي حاجه حرفها يكون حلو يقطع معاكي. وتبداي تعمليها اكنها طبقات، يعني ايه، بيعمل معاكي كده زي القرصه كده بس بتكون رفيعه. وتبداي تشيلي الحاجات اللي حواليها دي وتسيبيها تغطي عليها بكيس. واما برضو بتريح شويه بتبداي برضو تعمليها تاني وتفرديها تاني وتستخدميها وتشكليها صينيه كده فيها شويه زيت او اي ماده دهنيه، سمنه، اي حاجه. انا هنا حطيت زيت بالفرشه كده. وتبداي تحشيها بقى. بصي، حطي موزاريلا، حطي زيتون في الجبنه، حطي زيت، حطي شطه في الجبنه اي نوع. بس هنا انا الولاد بيحبوها بالجبنه الحادقه كمان. بس انا بصي انا جربتها بكل الحشوات. افضل حاجه لها اللي هي الجبنه الحادقه بتاعتي اللي هي البراميلي دي. بتكون تحفه. حابه تحطي فيها الجبنه الفته برضو حلوه. حابه تزوديها زيتون مع زيت برضو عادي زي ما تحبي. بصي، حابه تحطي موزاريلا، بس انا عامه ما بحبش الجبنه الموزاريلا بالذات في البوريك ده. بحس كده لما بيبرد الجبنه بتبرد وكده لازم تسخنيها عشان تاكلي الواحده، لازم تسخنيها كل شويه. فاحنا عايزينها فريش كده وما بتقعدش عندنا. فتعمليها كده بالجبنه الفته او الجبنه الحادقه دي بتكون جميله. احنا بنحبها بالجبنه الحادقه. بصي طعمها تحفه. تبداي بقى تشكليها تضميها على بعض كده ومن يعني من الطرف كده وتبداي تضغطي عليها وتفريها كده اكنك بتعملي صوابع كده بالظبط. وتحطيها على الفتحه اللي انت تانياها. بس مفيش ابسط من كده. هنعمل معاكم الفطيره التانيه وتبداي تعمليها بنفس الطريقه برضو اللي هي في كوبايه او بوله او اي حاجه عندك. تبداي تشكليها. بصي، مش لازم تكون هي عامه مش تبقى تخينه، هي بتبقى رفيعه لان هي كمان لما بتختمر وبتقعد تريح شويه بتغطي عليها فوطه وكده بتطلع معاكي حلوه خالص يعني بتزيد عن الحجم اللي انت شايفاه ده. بس تبداي بقى تقطعيها كده وتحشيها اي حشو عندك. على فكره وحابه تحشيها كمان لحوم برضو عادي، لحمه معصجه عندك اي حاجه برضو مش هتقول لا. بس بتحطي فيها الجبنه وتقفليها. مفيش ابسط من كده. هي كل الحكايه كلها 5 دقايق، ما باخدش معاكي 5 دقايق.
هتبداي بقى تعملي له الوش بتاعه. تقدري بيضه كده بسنه خل بشويه يعني بسنه خل مع شويه لبن وتدهني الوش. انا هنا عملت نسكافيه اللي هو الدار كده، مع شويه لبن بودره مع شويه سكر، نص معلقه سكر على معلقه من النسكافيه على معلقه صغيره من اللبن البودره، شويه ميه بيعمل لك الوش ده. حابه تخفي الوش عن كده، ده النسكافيه الدارك. حابه عندك النسكافيه العادي برضه عادي، احنا بنحب وش يكون غامق شويه كده عشان بيديكي لونه كده. انت تقدري تعملي لون افتح من كده في النسكافيه ده، او تفتحيه في الدرجه لما بتدخليه الفرن براحتك خالص، مفيش اي مشاكل. بس احنا بعيد عن الزفاره والناس اللي ما بتحبش البيض وكده، فحابين نعمله بالنسكافيه وكده. هنا عندك حبه البركه تحطي على وشها شويه سمسم، انا هنا حطيت حبه البركه وبرضه حطيت سمسم. حابه تحطي سمسم بس ماشي، حابه تحطي حبه البركه ماشي زي ما تحبي. وبرضه حابه تحطي بيض بس عليهم شويه من اللبن وشويه سنه من الخل، بتشيلك الزفاره، بتعمل لك برضه الوش الحلو. حابه النسكافيه العادي ماشي، النسكافيه الدارك ماشي، حابه لونه يكون غامق ماشي، حابه يكون لونه فاتح براحتك زي ما تحبي. بتبداي تحطي عليه السمسم وحبه البركه بيديه شكل. مش عايزه تحطي خالص ده ولا ده، ما بتحبيش ده ولا ده، هو مش محتاج اصلا تحطي على وشه اي حاجه. هنا انا بحط السمسم، وبعد كده بتحطيه على درجه حراره عاليه. عامه اي معجنات عايزه درجه حراره عاليه على فكره. وتقدري تحطيه تشغلي من فوق ومن تحت، لو فرنك من تحت بس تقدري تشغلي من تحت، ولما ياخد من تحت وش تبداي تشغلي الشوايه من فوق. طالع معاكي بصي هو اللون غامق شويه، بس هو مش غامق، هو الكاميرا اللي ظلماه على فكره، بس ده من نسكافيه دارك هو اللي كده. حابه تقللي شويه في تفتحي النسكافيه او تهدي شويه النار من فوق عادي، بس هو لونه على فكره طالع تحفه. الكاميرا مغمقاه شويه بس هو تحفه على فكره، وطالع بصي مورق وجميل ولذيذ جدا وحلو خالص. بصي ما باخدش معاكي 5 أو 10 دقايق وبيطلع معاكي بالحلاوه دي. واول ما بتتكي عليه بيطلع معاكي تاني، انت تعرفي ان هو كويس والطريقه بتاعتك ناجحه والعجينه كويسه وواخده خمرها كويس. تبداي بقى تغطيه فوطه بستريتش لو متوفر عندك. استريتش ده مثلا اللي هو ناشف شويه ولا كده، بتبداي تغطي فوطه او ورق استريتش او اكياس، يديكي طراوه وحلاوه خالص في بعد كده بياخد معاكي نص ساعه ولا حاجه، وبعد كده تبداي تاكلي منه. وتقدري مش تعملي الخطوه دي ماشي، تقدري لو عندك متوفر كميه تقدري تحطها في اكياس وتدخليها الفريزر، زي هيقعد معاكي بالشهور. واي معجنات برضو اي قرص تعمليها او اي حاجه هتقعد معاكي فتره كبيره لو حافظاها كويس. انا هنا غطيته بستريش، تقدري تغطيه في فوطه بعد ما بيطلع. تقدري تحطيه في كيسه وتدخليه الفريزر زي ما تحبي. هنا هش جدا وقطني زي ما بتشوفيه وهيعجبك خالص.